السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة يا حبايبي مش هنفسر رموز. النهاردة هنتكلم شوية عن الأحلام وأسرارها، وازاي الحلم بيختلف من إنسان للتاني. كتير من الناس بيسأل ليه نفس الحلم بيتفسر ب- بطريقة مختلفة من شخص للتاني. بصراحة السؤال ده مهم جدا. يعني مثلا واحدة حلمت إنها بتتجوز، اتفسر لها إن ده خير لها. وواحدة تانية حلمت نفس الحلم وبنفس التفاصيل، وتفسر لها إنه إنذار أو مسؤولية قادمة إليها. طب إزاي ده يحصل؟ في الحقيقة يا حبايبي، إن تفسير الأحلام مش قانون ثابت، والرموز كمان مش ثابتة، يعني مش دايما ثابتة، لأن الحلم بيتأثر بأسباب كتيرة. أول حاجة حالة الشخص الحالم نفسه، سواء كان أعزب أو متزوج أو مطلق أو حتى كان مريض، وكل حالة بتدي معنى مختلف لنفس الرمز. يعني مثلا حلم الشعر الطويل للبنت ممكن يكون زواج، وممكن يكون خير، وممكن يكون وظيفة جديدة أو يكون رزق. ولكن للرجل بيختلف أحيانا، فأحيانا بيكون هم أو مسؤولية كبيرة هتقع عليه. تاني حاجة يا حبايبي، الحالة النفسية للرائي. يعني لو كان الشخص مضغوط أو مهموم نفسيا، فالعقل الباطن بيظهر ده في الحلم. زي مثلا حلم السقوط أو الضياع، ممكن يرمز للتوتر أو الخوف من الفشل. تالت حاجة يا حبايبي مهمة جدا، هي الزمن والمكان. فبعض الرموز بيتغير معناها حسب الثقافة والعادات، والتوقيت كمان له تأثير مهم. زي مثلا ما تشوف رؤية قبل الفجر بتختلف اختلاف تام عن رؤية بعد الفجر. هل أنا في حاجة مزعلاني أو مضايقاني، أو في حاجة جديدة جاية ليا، أو حاجة جديدة بدأت في حياتي؟ وساعتها هتعرف الرسالة اللي الرؤية بتحاول توصلها لك. وفي النهاية خليك دايما فاكر إن الرؤية ممكن تكون رسالة أو تحذير أو مجرد أضغاث أو عقل باطن. المهم إنك تفهمه على حسب حالك